السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي مشاهدين قناة دايما عامر، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة دايما عامر. النهاردة هنعمل البصل المقرمش بتاع الكشري. في ناس كتير بتيجي تعمل البصل دوت ما بيطلعش مقرمش، وفي ناس بتضطر إن هي تتك عليه في التحمير فيبدأ إن هو يتحرق منهم، أو إن هو بيبدأ عشان ما يحرقوش يطلعوا بدري يلاقيه طري معاه ويلاقيه مش كويس زي اللي بياكلوا في المحلات الكشري. النهارده بقى انا جاي اقول لكم ان شاء الله ازاي هنعمل الموضوع ده. هبدأ اقطع البصل. هيتقطع ازاي البصل؟ هنبدأ نقطع البصلاية اتنين، وهنبدأ ناخد النص ونبدأ نقطعه رقيق زي كده، واعمل الكمية اللي انا عايزاها. بعد ما قطعت البصل بتاعي هبدأ ان انا اجيب معلقة ملح، وهبدأ ان انا ارشها على البصل. الفكرة كلها في الخطوة دي ان احنا بنحاول ان احنا نفضي البصل من المية خالص. ما ترش رشة الملح دي هتبدأ او هتبدأي ان انت تلاقي البصل نزل ميته. طالما الحاجة نزلت ميتها زي كده، هيبدأ ان هو يقرمش معاكي ويبقى كويس. بعد كده احنا عندنا هتسيبي البصل ده حوالي دقيقتين بالظبط، وتبدأي ان انت تجيبي بولة زي دي تحط فيها معلقة معلقة دقيق ومعلقتين من النشا، وتبدأي ان انت تضيفي كمان عليهم شوية شطة ولا حاجة. ممكن كمان تحطي توابل لو عايزة في الخطوة دي، وهنقلبهم مع بعض زي كده. وهنبدأ ان احنا نحطهم على البصل اللي معانا زي كده، وهنبدأ ان احنا نقلبه. طبعا هيبدأ الدقيق والنشا ان هما يفضولي البصل خالص من المية، ويبقى جاهز معانا على الزيت. بعد كده هبدأ ان انا اجيب زيت غزير معايا زي كده، ولو مش غزير قوي برضو مفيش اي مشكلة. المهم ان احنا نحط حبة حبة صغيرين يعني، علشان ما يبدأش ان حاجات تتحرق او حاجات تحمر وحاجات لسه تبقى طرية معايا. هبدأ دلوقتي ان انا انزل بالبصل زي ما حضراتكم شايفين كده. احاول ان انا افرد البصل بس كده كفاية. وهقلب باستمرار علشان ما يتحرقش مني، وهوطي عليه يستوي براحته. افضل اقلب كده يا جماعة علشان ما يتحرقش مني. والنار انا موطيها يعني نص نص، مش واطي قوي. اقلب كده واخليه براحته يقرمش معايا. استمر في التقليب. حطوا لايك يا جماعة وما تستخسروش فينا اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو بيخليه يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس، وتعمل فايدة على على كل الناس. اقلب زي كده مع وقت يحمر معايا. لو انتوا سامعين المعلقة بتخرفش فيه، ابدأ ان انا اطلعه دلوقتي على مناديل. وبعد ما خلصنا كل الكمية، ده معانا البصل المقرمش اهو زي المحلات. لو حضراتكم سامعين الصوت القرمشة بتاعته معايا، واحسن من المحلات كمان، لان كل المكونات دي حضرتك اللي عاملاها وحطاها بنفسك. لو عجبتك الطريقة دوسي لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا معانا عشان وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.